ما هو بالعقل، يا انت انسحبت او ما رحتش زي ما انت بتقول يتطبق عليك القانون زي ما هو، يا اما كل ده لاغي والماتش يتعاد ويبقى انت بقى ايه، معاك حق. لكن الرقص على السلم في النص ده عشان ارضيك، انت راضي؟ ايوه طب راضي، يبقى انت راجل ما عندكش ضمير، معدوم الضمير، بتفرح بحاجه مش حقك، تفرح بحاجه مش حقك، يبقى انت راضي بحاجه مش حقك. لو انت بقى مش راضي بس القرار ده اتعمل غصب عنك، يبقى دي بقى حاجه تانية، دي بقى حاجه، يبقى انت راجل محترم او عندك نسبه احترام، لان انا اشك في ان اساسا في حد بيشجع بقفاه كده او بظهره عنده حته احترام، مش قادر تقول كلمه الحق، مش قادر تقولها، مش قادر تقول انا يا جماعه والله القرار ده مش عاجبني، القرار ده انا مثلا كمشجع للنانوس مش عاجبني لان ده مش حقي، مش قادر تقولها. فانت راضي بالظلم، راضي بالقرف ده، فانت زيك زيهم. يعني حتى لو انت مش عاجبك القرار وعارف ان هو قرار ظالم، بس انت مش قادر تقول، يعني مش قادر تقول كلمه الحق، زيك زيهم يا باشا، ما انت شيطان اخرس. ربنا والله 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 كل حد بيشارك في القرف ده هيتحاسب. ربنا يكون في عون جمهور الزمالك، اقسم بالله ربنا يكون في عون اي حد ممكن ينافس الننوس ده في اي حته، في اي حاجه، في افريقيا، في مصر، في اي حته. يا راجل ده البطوله التاريخيه اللي بنوا عليها كل بطولاتهم الافريقيه بتاعت 2006 بتاعت ابو تريكه في الصفاقسي دي، لو رجعت الماتش وشفت الملخص بتاعه هتعرف الصفاقسي اتظلم قد ايه في الماتش ده، ومن بعديها فتحت 2006 و8 ولحد النهارده واخدين 12. بيقول لك اصل مش عارف مين جاب فينا مره جون بايده، يا عم ده انت، يا عم ده انت البطوله التاريخيه اللي ابو تريكه والجون بالشمال وتنطيط وهاول و2006 ومش عارف ايه، يا باشا انت واخدها بالكوسه، اتلغى له جون وانت مغطي بفدان اتحسب اوف سايد واتبسطت وفرحت، يا ضلالي يا ضلالي. كل يعني مشكله ان حتى يعني المشجعين بتوعهم ضلاليه معدومين الضمير شبههم. ربنا يكون في عون جمهور الزمالك، اقسم بالله ربنا يكون في عون اي حد ممكن ينافس الننوس ده في اي حته، في اي حاجه، في افريقيا، في مصر، في اي حته.